أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية. نبدأها بهذا الخبر. مدير أمن الإسكندرية في ضيافة كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية لتعزيز التعاون العلمي والأمني. في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الأمنية، استقبل الأستاذ الدكتور أسعد الكيكي عميد كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية السيد اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية خلال زيارته للكلية على هامش مناقشة رسالة ماجستير. عكس اللقاء حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك، حيث تم تبادل الرؤى حول دور البحث العلمي في دعم وتطوير الأداء الأمني والرياضي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والممارسات الميدانية ويدعم استراتيجيات التنمية المستدامة. كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية تشارك في تكريم رموز الرياضة في حفل جائزة الكنانة للتميز الرياضي تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز كونسوة رئيس جامعة الإسكندرية. شارك وفد رفيع المستوى من كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية في حفل جائزة الكنانة للتميز الرياضي، والذي نظمته النقابة العامة للمهن الرياضية برئاسة الأستاذ الدكتور فتحي ندى النقيب العام للمهن الرياضية. ترأس الوفد الأستاذ الدكتور أسعد الكيكي عميد كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية، والأستاذ الدكتور إسلام أمين وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب نخبة من أوائل الأقسام العلمية تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز كونسوة رئيس جامعة الإسكندرية والأستاذ الدكتور أسعد الكيكي عميد كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية. نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة تثقيفية بعنوان بطولات مصرية في رمضان. يأتي ذلك في إطار حرص كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية على تعزيز الوعي الثقافي بين طلابها وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن والفكر المستنير وإعداد جيل واع قادر على تحديات العصر. كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية تكرم طلابها المتميزين في نشاط الطالب المثالي. في إطار دعم وتشجيع التميز الطلابي، كرم الأستاذ الدكتور أسعد الكيكي عميد كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية عددا من الطلاب لتفوقهم في نشاط الطالب المثالي، وجاء التكريم احتفاء بجهودهم البارزة وأدائهم المتميز في المسابقة. وخلال كلمته في حفل التكريم، أكد الدكتور أسعد الكيكي أهمية الأنشطة الطلابية في تعزيز المهارات الشخصية والقيادية لدى الشباب، مشيدا بالتنافس الإيجابي بين الطلاب والذي يعكس روح الإبداع والتميز لديهم. شكرا على طيب المتابعة. انتظرونا مع نشر أخبار كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية.